السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا. اليوم راح نديرو هريسة صنع منزلي تجي بزاف بنينة وما تجيش حارة بزاف. أول حاجة راح نحتاجوها هي المكون الرئيسي تاعنا تاع اليوم اللي هو الفلفل الحار. هذا الفلفل الأحمر يجي اللون تاعو أحمر، نكونو غسلناه ووجدناه كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نبداو نقيولو هذيك الزراعة تاعو باش ما تجيناش حارة بزاف. نحكمو هذا الفلفل تاعنا نقيوه كامل، وهنا لازم تكونوا لابسين لي غون باسكو حار من بعد تبقى يديك يبقى الحرور هذاك في يديكم. المهم أنايا هنا نقيته كامل، تقدروا ديروه به بالزريعة تاعو بصح تجيكم الهريسة حارة بزاف. نقيته كامل لهنا، بعد ما كملت كامل الكمية عاودت غسلته في الماء، غسلته مليح ومن بعد جبت كسكاس باش نحطه يفور. هنا نحط كامل الكمية تاعنا تفور فوق النار حوالي نص ساعة، ومن بعد كي يفور وتشوفوه دبال هكا ولا الشكل تاعو كيما في لافوتو هذه ولا دبال خلاه نجيبو هنايا لاشوار تاعنا ونرحيوه، نبداو نرحيو فيه، نبداو هنايا نميكسيو الكمية تاعنا كاملة، نحطو بالطرف ومن بعد نجيبو هنا شوفوا بعد ما ترحات نجيبو سيار، نحطو هذا السيار هنا ونحطو حاجة تحت منه ونبداو نصفيو فيها هذيك الهريسة. شوفوا تهبط لنا من تحت، تهبط لنا الهريسة ويبقى القشور هذاك تاع الفلفل من الفوق. نديروها مليح مليح حتى يبقى غير القشور من الفوق. هذا القشور تحبوا طيشوه تحبوا تيبسوه وديروه فلفل احمر. المهم هنايا شوفوا كيفاه ولات لي. هنا جبت عندي الفلفل الكحل والملح والثوم والفلفل الاحمر والقزبر، خلطتهم كاملين معاها ومن بعد نحطها هنايا في كاسرونة ونخليها تغلي شوية حوالي 5 دقائق وراح تكون واجدة معايا. نجيبو بلارة تكون معقمة ونحطوا الهريسة تاعنا وزيدوا لها شوية تاع زيت زيتون من الفوق وراهي واجدة. وهنايا ناكلوها سيرتو مع الفخيت تجي بنينة بزاف، ان شاء الله تعجبكم.